السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. عايزه اشكركم كتير على الكومنتات الحلوه وعلى التعليقات بتاعتكم. كل اللي يحط لايك ربي يسعد قلبه ويفرحه ويحقق له كل اللي بيتمناه يا رب، ويكبر خاطره زي ما كبر بخاطري. وكل المشتركين الجداد يا رب دايما كده موجودين مع بعض في صحبة خير ان شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى ويلا نعمل احلى فيديو النهارده. عايزه اقول لكم كده، كنت بقالي كام يوم مكسله، برد الشتا انتوا عارفين والجو ممطر وكانت الدنيا بايظه. قلت لا، قومي بقى كده وشوفي مصلحتك، مش هينفع الكلام ده، الشقه مكركبه. وعايزه اقول لكم كتب في كل مكان وورق، وكان بقالي شويه ما عملتش الريسبشن، فالدنيا كانت ضايعه. قلت لا، الأم بدري. انا بحب الشغل بدري، لو ما قمتش بدري وعملت صدقوني ما بيتعملش حاجه. يعني ما بعرفش ادي مصلحه اللي هي بتاعت اخر النهار وبالليل ده. ماليش في شغل بالليل غير لما ابقى مضطره. بس ما بحب شغل النهار جدا، والنهار يبقى طالع كده وتفتحي الشبابيك وتشغلي قرآن، تحسي كده بطاقة غريبة في البيت بصراحة. جربوها، مش يعني ليها احساس تاني غير شغل بالليل. هو المهم ان احنا ننجز وما نخليش حاجة ورانا، ونشد حيلنا كده ونقوم. قمت بقى كده على الانتريه، مفيش عندي هلك كتير. إيه، في بس بنتي الصغيرة بتروح بقى تلعب كده ايه بورق ومش عارفة ايه وحاجات ايه، بتعمل لها ايه مكان كده تقعد وتلعب فيه وخلاص. فبسيبها. فمفيش كركبة كتير ولا مكركب كتير، يعني هو مجرد شوية تراب وخلاص. هي الصغنن اللي بيمد ايده ده اللي مزهقني في عيشتي. ربنا يبارك فيها ويبارك في اولادكم يا رب. المهم، مسكت الانتريه كده نفضته. انا عايزه اقول لكم مفيش حد بيدخل خالص هنا غيرها. هي الوحيده اللي بتدخل الانتريه ايد النور وتقعد تلعب شويه فيه وخلاص. فما عنديش هرس ولا شيلت فيها حاجه، ولا الدنيا محتاجه يعني ان هي تتشال وتتحط. فكانت الدنيا نظيفه، نفضتها كده تنفيضه سريعه بفوطة او خمار او اللي يعني ايه اي حاجة، يعني ايه تنفضي بيها كويس وخلاص. الله المستعان. المهم كده، نضفت الدنيا. واقفة هي اللي معايا في البيت، اختها مش موجودة. اختها في دروس وكده، يعني انت عارفين ايه، احنا داخلين على امتحانات. فايه، هي اللي قاعدة تنحي فيها، طبعا مفيش حد معاها في البيت. فعايزة اقول لكم ان هي مش شغلانة انا، ما وراهاش غيري. اكنس بقى كده السجاد الشاك ده، ما مش حلو، ما حبيتوش خالص. متعب جدا وبيحتفظ بالتراب جواه، ولازم تقلبيه على ناحية الشعر وتنفضيه، بجد بتهدني. ولو ما بتتبل يا لهوي، مش عايزه اقول لكم بتتبل، مش بقدر اشيلها من مكانها. انا عملتها مرة واحدة بس، وبعد كده قلت لا، تنزل المغسلة. انا ما مش هقدر، اكيد المغسلة مش بتنظف زي ما انت بتنظفي، بس برضو لا ما قدرتش بجد، متعبة جدا جدا جدا، يعني الله المستعان. هنزل بقى، كنت شايله فرش الركنه من كام يوم، شيلته كله. بصوا بحدف لها، بصوا كراكبها، هي خيط الخمار مش عارفه تعمل بيه ايه، هاتيه هاتيه بتلعب بيه، ما رضيتش. رحت فكت الطرحه، كانت هي بتلعب بيها برضو. فكيت الطرحه كده وقلت انفض بيها. انا كده كده كنت كنساها بالمكنسه. إيه يعني، يوم ما شلت المخدات والفرش بتاعها وكده، رحت كنساها بالمكنسه كنسه حلوه، على اساس ان انا مثلا هغسل بالليل الفرش وكده وافرشه الصبح. بس بصراحه كسلت وقعدت يوم. اه يوم، تاني يوم بقى فرشت، يعني شلتها في يوم وقعدت يوم، وتاني يوم بقى ايه فرشت مسكت الشقة غسل، يعني ايه مسحتها المسحة الحلوة دي وفرشتها. السجادة طبعا دي عليها الهلك كتير، عشان هي ايه اللي في الركنة، واحنا قعدتنا كلها هنا يعني في المكان ده. إيه، فكنوسها كنسة حلوة. عايزة اقول لكم لما سحبتها لقيت تحتيها بلاوي، هتتفاجئوا. بلاش اصدمكم والله العظيم، والله انا مش معفنه يا جماعه، والله العظيم نضيفه جدا الحمد لله. بس عايزه اقول لكم العيال عاملين فيا عمايل، ربنا يهديهم. إيه، هكنسها كده. ويعني عيب السجاد اللي هو فيه صوف ده، يعني بيبقى الوبرة بتمسك فيه بطريقة صعبة، فبتزهقني في كنيسة المكنسة، غير اللي هو بيبقى فيه حرير. بصوا الزبالة طالعة عاملة ازاي، يعني ما تحدش تخض من المنظر يا جماعة. دي كلها مناديل. يعني انا قلت لهم يعني انتوا بتكسلوا تروحوا تحطوا المناديل في مناديل وشوية تراب، بس انتوا بتكسلوا تحطوا المناديل في الباسكت جوه، وبترموها تحت الركنة. انا مش فاهمة والله لحد دلوقتي، يعني هما بيعملوا ايه؟ مش عارفة، مش مستوعبة، يعني مش عارفة الكبيرة اللي عملت كده ولا الصغيرة. انا حاولت اقررهم، دي والله ما عملت ودي والله ما عملت. عيال مش هتخلصي معاهم.
المهم كده نصلي على الحبيب المصطفى، صلوا على النبي يا جماعة، قولوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عشان يعني ايه تبقى صحبة خير كده وناخد حسنات ان شاء الله. مسكت كده الدنيا، انا بحط في المية دي خل، وعندي مش حاجة للأرضيات معينة، أنا ببقى جايبة شامبو للسجاد وبيبقى منه، ممكن يفضل مش شامبو السجاد مثلا ماركة أو حاجة، ده أنا من عند الراجل بتاع الصبانة بقوله عايزة خلطة شامبو للسجاد، بيديني خلطة كده ب50 جنيه، ب15 جنيه الكيلو. معلش ما تركزوش معايا، أنا مركزة في المسح والكلام بيروح مني. ب15 جنيه الكيلو، وبتفضل بقى تمسح، حتى امسح منها حتى لو خلصت بروح اشتري تاني، بقول له عايزه شامبو سجاد، عايزه اقول لكم بيخلي الارض تحفه، وبغسل بيه الحمام، وعايزه اقول لكم والله حلو جدا وموفر، وبيخلي الارض بقول لكم بتلمع. معرفش هو بيحط الخلطه بيحط فيها ايه، بس انا يعني بعرفه ان مثلا هيتغسل سجاد غالي او سجاد فيه حرير، فما تحطليش فيه كلور او حاجه تكون يعني بتبوظ السجاد. فهو بيقول لي لا ده خلطه هو بيعملها ما فيهاش اي مواد كيماويه، بس حاجة كويسة. وانا بقى بزود عليهم، يعني الكيلو بحط عليه نص كيلو يعني نص كيلو خل كده، فاهميني ازاي؟ يعني مثلا ممكن تبقى ازازة اقوم مفضية كيلو الا شوية، تبقى الازازة فيها 2 كيلو، كيلو الا شوية خل حسب اللي موجود عندي. بيخلي الارض تلمع وبيخليها حلوة، لو السجاد بقى فيه بقع او حاجة بيخليها ايه يعني بينطر البقع اللي في السجاد. جربوا الخل وانتوا بتغسلوا السجاد على الصابون، ايا كان نوع الصابون اللي عندك جربي عليه الخل وهيعجبك وهتدعي لي ان شاء الله، لان يعني الموضوع ده انا جربته كتير وما كنتش مقتنعه اول ما قالوا لي لا ايه الخل، والخل كمان للبان الخشب، اي حاجه مدهونه اللي هو الدهان البني ده اسمه مزايكو تقريبا، مش عارفه، اللي هو الدهان البني القشره ده، اي حاجه من دي بتعمليها بفوطه مليانه خل بتخليها تلمع وبتحافظ على عمرها. ده النجار هو اللي قايلهولي، عشان البان عندي كانت بتجير وكانت بتزهقني، قال لي بلي القماشه خل واعمليها هتبقى فله. مسحت كده والدنيا خلاص نشفت الحمد لله، قلت بقى اقعد اكيس المخدات، المهم كده واظبط الدنيا. عايزه تعمل معايا فحدفت لها واحده. ماما عايزه اعمل معاكي، ماما عايزه اعمل معاكي، ما العيال الصغيره ما بتفصلش والله العظيم. تحس الواحد عقله خلاص لما ببقى بشتغل او بعمل حاجه سواء تصوير او مش تصوير، انا مش ببقى عايزه حد يتكلم معايا كتير، بيشتتني. انا ببقى عايزه اركز، من النوع اللي يعني مش عارفه اتكلم في تليفون واركز في كذا حاجه، فاهمين قصدي ازاي؟ فسيبيني اركز بقى، يعني كمان بصور وانتي كمان عايزه ترغي معايا، عذرا ان مفيش حد يتكلم معاه في البيت، بس يعني خلاص سيبيني في حالي. انا عامله للركنه فرشه من نفس القماشه بتاعتها، كنت بحطهم الاول على الشلت، اما جبت الفرش بتاع الكفر ده، عايزه اقول لكم تحفه، من اللي هو العالميه تقريبا، العالميه، حلو جدا 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 والله. كنت جايباه تقريبا ب680 حاجه زي كده، كنت جايباه من كام شهر، الله اعلم دلوقتي بقى بكام. بس عايزه اقول لكم غسيل وفرش والله العظيم تحفه، وحامي الركنه بقى بطريقه انت كنت كل شويه تشيلي افك الشلت واغسلها، مع ان هي كان ليها مفرش انا فرشته على الظهر ده، كنت بفرشه على الركنه نفسها، بس برضو ما كانش بيقعد، كان طبعا بيطلعوا وينزلوا بيقعدوا مش عارفه ايه، فالدنيا كانت بتتكركب وما كانش حد بيعدله تاني، فبتضطري كل اسبوع تشيلي كله وتغسلي، لان عيال صغيره طلعوا ونزلوا ماسكين في ايديهم حاجه، فالدنيا اتبهدلت. انا عايزه اقول لكم انا وانا بمسح لقيت ورا الركنه مبقى، انا لحد الان بسالهم ايه اللي اندلق ورا الركنه، ايه يعني انتوا عملتوا ايه؟ ما لا اجابه، يعني ازازه الجلانس وقعت اتقفت عند رجليا، جبتها وقمت كده مسحت ايه الحتة بتاعت الترابيزة وارجعها مكانها. هو مكان الركنة ما كانش كده الأول، مكان الركنة كان تحت الشباك، والشاشة كانت الناحية التانية، ما كانش حلو، ما كانتش عجباني، قلت كده أحسن عشان يعني ما كنتش بعرف أفتح الشباك من الركنة، وأنا من النوع اللي بيحب يهوي هنا، ما بفتحش الشباك بتاع الأنتريه خالص، لأن يعني جارحنا في ناس في وشنا على طول فما بنعرفش نفتحه. الشباك التاني مش في وش حد يعني، بعيد عني، او ناس ما بتفتحش الشبابيك بمعنى اصح يعني، ما فيش حد بيطلع في الشباك اللي عندهم ده، فبفتح الشباك وانا مرتاحه ان ميبقاش حد شايفنا او جارح البيت يعني. وهو انا كده كده اساسا بهوي بالنهار وبدري، غالبا مبقاش حد صاحي،
مش من النوع اللي مثلا بفضل لحد اخر النهار، لا هما ساعتين الصبح مثلا الساعه 6 7 كده اقوم انفض والمع واعمل، وفي هوي الشقه واقفل. يعني قبل اذان الظهر بتبقى الشقه متقفله وممسوحه وخلاص، خلصت الدنيا ما وريش اي حاجه. ببقى سعيده جدا 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 بجد لما بخلص بدري. لمعت كده. اللي بيحب السيراميك الاسود يقول لي، انا بكرهه، بحبوش خالص بجد. الحمد لله نعمه، اللهم احفظها نعمه، يعني مش وحش. في ناس ما عندهمش ده، عشان بس ما حدش يقول لي احمدي ربنا وفي ناس مش لاقيه. لا والله يا جماعه نعمه، ربنا يا رب يديمها الحمد لله. بس انا مش بحبه وما كانش برغبتي، لان انا جيت لقيته معمول في الشقه. فانا ما بحبش السيراميك الاسود، يعني بقول يا ربنا يكرمني ان شاء الله ويوسع عليا. اول ما يبقى معايا فلوس كده احاول اطلع جوزي يعني ايه حج عمره كده يسافر له شهر، لان هو مش موافق خالص على ان انا اغيره. هو بيحب اللون الاسود، بس انا بجد يا جماعه والله كرهاه. بمسح زي ما بمسحش. وبعدين اي حد بيدخل من باب الشقه رجليه فيها عرق، رجليه مش نظيفه. طبعا في عيال في البيت، لان احنا للاسف يعني بيت عيله. فطبعا بقى اللي طالع رجله مش نظيفه، اللي رجليه فيها طينه، فطبعا عيال صغيره هتتكلمي فيهم ايه. فبالتالي انت لو مسحتي كل يوم برضو الدنيا مش بيبان عليها بصراحه. ما بحبش اقول كده، بس بجد والله يعني انا ممكن امسح كذا مره ومجرد ما انزل واطلع من تحت بلاقي رجلين. انا بطلع اقول لهم إيه في رجل، مين دخل هنا، مين عمل حاجة، مين مش عارفة ايه. جوزي يقول لي لا انت اشتغلي بتاع بصمات، يعني ارفعي بصمات. لا بيبقى باين، بتبقى باينة قوي 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 الرجلين بتاعتهم. بصوا قفالي فين، بصوا 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 بصوا، والله انتوا خليكوا شاهدين. بص رجليها فين، يعني انا لسه ماسحة ومروقة رجليها على الحيطة باللكلوك. بجد والله يا جماعة بنات، بس الله أكبر الله أكبر، ربنا يحميهم يعني يا رب ويبارك لي فيهم. بنات بس شقيين، عشان يمكن عيال عمهم كلهم أولاد، مش عارفة. بس ما شاء الله شقيين، وبالذات الصغيرة يعني ما بتقعدش خالص. يعني عارفين اللي عايزة تقضي كذا حاجة في اليوم، وعايزة تعمل حاجات كتير وما بتقعدش. من هو فراقة، بمعنى كلمة فراقة بصراحة يعني. فالله المستعان. خلاص خلصت والدنيا بقى نشفت، قلت بقى الحق نفسي وافرش. خلاص الساعة بقت داخلة على 11. طولت انا قوي، عشان طبعا التصوير والله يا جماعة بياخد وقت. اللي وصل معايا لحد دلوقتي او شافني لحد دلوقتي يعني وكان باله طويل معايا، انا عارفة ان الفيديو طويل، يحط لايك، ولو مش مشترك في القناة يشترك، يحط كومنت حلو كده زي قلبه الجميل، ويعمل شير الفيديو عشان غيره يشوفه. وقولوا لي بقى يعني ايه رأيكم بقى في الروتين، حلو ولا لا، عجبكم ولا لا نعمل فيديوهات من دي تاني. لو مش عاجبكم برضه عرفوني، عشان ما اعملش اي فيديوهات دي من تقيلة. فيديوهات اصلا متعبة، بس احنا بنحفز بعض وبننشط يعني النشاط، بنحاول نشارك بعض يومنا يعني. فالله المستعان. خلصت كده بقى وفرشت. حط بقى المخدات كده. عايزه اقول لكم اللحظه دي لحظه جميله. انا كنت لسه في حاليا كده، كنت لسه ما عملتش الحمام ولا المطبخ. قلت لا انا يعني هخلص هنا الفرش واخلص الدنيا وافرش مشاية على باب يعني على اول الطرقة بتاعة المطبخ، حاجة من اللي انا هغسلهم يعني من بتوع الحمام. واخلص بقى، لان هما كانوا خلاص جوزي جوه هيبقى عايز يفطر، فقلت لا الحق وقتي كده وخلاص. يبقى انا قفلت الصالة وخلصتها. وكانت هي كمان بنوتي نفضت السراير، يعني عدلت الفرش بتاع السراير. والحمد لله كده الفيديو بتاعي خلص. احلى لحظة في الموضوع رش المعطر وقفلي الشبابيك، يا سعادة ما بعدها سعادة. الحمد لله كان روتين خفيف لطيف. يا رب يا رب كمان كده يكون خفيف ولطيف على قلوبكم الحلوة. حبايبي ربنا يسعد قلوبكم ويفرحكم يا رب دايما كده بكل حبايبكم، يا رب يوسع عليكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو